ألوان هاي الدنيا ألوان ألوان هاي الدنيا ألوان كل صفحة قدر ترسم لك صور بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان يا من عمرك سافر خذ حكمة النهار في كل دوحة ثمر هاي الدنيا ألوان يا من عمرك سافر خذ الحكمة نهار في كل دوحة ثمر هاي الدنيا ألوان ألوان هاي الدنيا ألوان ألوان هاي الدنيا ألوان لكل قصة أثار تمهل في النظر تأمل في العبر هاي الدنيا ألوان سمعك والبصر في ليل السحر لك يضوي القمر هاي الدنيا ألوان تشفيك أعمى ما تشوف. أنا آسف يبا. شنو آسف؟ شو أسوي فيها هذه؟ وين أصرفها؟ بس خلاص أنا قلت آسف يبا. لا صارت لي على راسي. بينفعني أسف مالك؟ أنا ما كنت أقصد. لا تقول لي مو قصدي. أحد يلعب بالليل في هالوقت هذا؟ لما تبي تعقل؟ هذا وش صاير هذا؟ وش هالعفيسة؟ وانت ما انت صاير رجال؟ بس لما يا تبي حسين لا تفهم. تضرب الجاهل، كفايه الضرب اللي ضربته اياه. هذا تعب وشقايق، هذا مو ببلاش ولازم يتعلم الولد. ما علموا نهايه الدنيا يعني ما من موت جوع. وانت بعد اذا ما سكتين بتحصل شطراق. يلا شفي، وانت اسبوعين ما في غدا، ليش أبوي هيك؟ واذا ما بتسكت بسويهم فلافل. بس كده. مسكين ولدي. 3 أسابيع وانتين روحي نجيب الغداء. يلا. والله ما كان قصري يبا. ما يحتاج تحلف، أنا غلطان، الموضوع ما كان يستدعي كل هذا. أنا غضبت عليك بسرعة، بس مرة ثانية يا ولدي ما يلعبون داخل البيت، وإذا بتلعب العب برا وفي النهار، مو هالوقت هذا والناس نايمة يا ولدي. إن شاء الله يبا من عيوني. تسلم عيونك يبا، تعال.
تسوي هني؟ يبا أنا قاعد ألعب. رجال وش كبرك قاعد تلعب؟ أنا بعد صغير. صغير بعينك صغير. الحين انا بعلمك شلون تكبر الصغر رجال. كل يوم على هالحالين تصير رجال. زين؟ تعرف انك كبرت وما تلعب مرة ثانية. زين؟ شكرا يبا. وإيش فيك حجي؟ مريض يا ولدي. وين رايح؟ رايح الدختر. رايح بروحك الدختر والدختر بعيد، ما عندك عيال. عندي عيال الله يحفظهم 6 أولاد، كل من لاهي في حياته. وش أسوي يا ولدي؟ وش أسوي؟ حياك حياك حجي، تعال بوصل. رحم الله والدي، ما قصرت يا ولدي. مشكور يا ولدي، رحم الله والديك، لأن عرفوا يربونك. حاضرين حجي، تحمل بروحك. بر الوالدين يا أولادي له شأن عظيم عند الله، حتى لو هم ظلموك، حتى لو غلطوا عليك، أنت لازم تعفي عنهم. أنت واجبك تحترمهم، لأن مهما تفعل مهما تسوي ما تطلع من جزاهم ولا توفي حقهم. فهمتوا يا أولادي؟ بارك الله فيكم. أنا فهمت كلامك يا حسين أكثر مما فهموا عيالي. انتي ذكية يا مريم، وتعرفين كل كلمة أقولها شنو أقصد من وراها. أنا فخورة فيك يا حسين، وأدري فيك أنت ما تبى تكون قاسي على عيالك مثل ما عانيت، وأنت ياما سامحت وسامحت. بارك الله فيك.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا ولي الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أجرك عظيم يا أبو علي. أجري على الله يا مريم. أنت ارتاح، أنا بروح حق العيال بنيمهم. يبا وش فيك؟ خلصني، خلصني يا ولدي. يبا شلون؟ ما ادري بس خلصني. يبا ما اقدر، ما اقدر، خلصني. ما اقدر يبا، يبا ما اقدر، خلصني. ما اقدر يبا، ما اقدر، ما اقدر، ما اقدر، ما اقدر يبا، ما اقدر، ما اقدر. مريم جيب لي ماي. بس هذا حلمك يا أبو علي؟ إي نعم ملا. أنت يا أبو علي إنسان محترم، وما قصرت مع أبوك في حياته، الله يرحمه. الله يرحمه. كنت له بار، والكل يشهد على هذا، القريب والبعيد. ولكن يا أبو علي، الوالد محتاج حق دعاء. دعاء؟ إي نعم دعاء، لكي تنفك القيود. عليك بالدعاء يا أبو علي، وخصوصا يوم الخميس بتروح المقبرة وتقرأ له قرآن وتدعو له، والله يتقبل إن شاء الله. رحم الله والديك يا عم. والديك حياك الله يا أبو علي، موفقين يا أبو علي. وإياك. يلا يا أولادي حياكم، تفضلوا. يلا نبتدي. السلام على أهل لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله، يا أهل لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله. كيف وجدتم قول لا إله إلا الله من لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله. اغفر لمن قال لا إله إلا الله، واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
الله علي ولي الله. اللهم اغفر لوالدي وأسكنه الفسيح من جنتك يا أرحم الراحمين. إن من موجبات بر الأبناء في الكبر هو حسن تربية الوالدين لهم في الصغر، فإن الولد يحفظ الظلم الواقع عليه ليتحول إلى العقوق أخيراً. ومع هذا فإننا مأمورون أن نرد إساءة الغير بالجميل، فكيف إذا كان الطرف الآخر ذا حق عظيم كالوالدين، فإن الأمر يعظم قبحه وتعجل عقوبته. ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان. يمن عمرك سافر، خذ حكمة النهار، في كل دوحة ثمر هاي الدنيا ألوان. يمن عمرك سافر، خذ الحكمة نهار، في كل دوحة ثمر هاي الدنيا ألوان. ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان. لكل قصة